مساء الخير. فيلم جرام الحب، تأليف سيناريو وحوار الدكتورة هناء عبد الله، إنتاج الدكتورة هناء عبد الله، إخراج الدكتورة هناء عبد الله، مدير التصوير والمونتاج أستاذ صامي محمد صامي. الفيلم بيحكي على كذا قضية. الفكر نفسه بتاع القصة نفسها فكر عالمي، أكنه زي في أوروبا في أمريكا، لأن بيناقش موضوع ليه طالب عايز يسقط. طب أنت بتسقط ليه؟ عشان الأبحاث عاملها نوع من أنواع سبوبة زي أو أكل عيش بالنسبة ليه. حب بنت، والبنت دي لما حبها يعني بالنسبة لأي بنت كان بيلعب بالبنات، والآخر وقع في حبها، والآخر هي لعبت بيه عشان الأبحاث، فمش قصده يقتلها. وقعت من على السلم، دماغها جت في الحيط فتوفت. فدي الاسم نفسه جرام الحب. قصة اللي هو الأستاذ المهندس اللي مراته ضحكت عليه وزقها من دور ال 13 وماتت. طب ليه؟ دفعته. طب دفعته ليه؟ كتب كل حاجه باسمها والاخر رميته في الشارع وبيطالب بحقه. مفيش قاضي جنائي في مصر، القاضي الجنائي في اوروبا في امريكا. يبقى الفكره دي فكره عالميه ما تخصش الفكره المحليه خالص. وسنه 2030 يعني الكاتب متوقع ان هو الفكر ده يوصل لسنه 2030 فكر عالمي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.